السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة زي ما احنا شايفين كده، يعني صينية خضار بالفراخ. بجد بجد تجنن، طعمها كان معسل قوي قوي، والخضار كمان مفيد، كله مفيد طبعا لأولادنا ولينا. وخفيفة جدا جدا جدا، جنبها شوية رز مثلا بشعرية، جنبها أي حاجة انتوا حابينها. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. معانا خضار اللي انتوا حابينه، انا كان عندي البطاطس وفلفل الوان وبصل وجزر من طماطم. تمام كده، هنقطع الخضار كويس ونغسله كويس بعد كده، ونحاول ان احنا نقطعه بطريقة عشوائية. يعني مش شرط الشكل اللي انتوا عايزينه، يعني انا قطعته زي قطع كده بشكل عشوائي زي ما احنا شايفين. وهقطع الجزر بتاعي طرنشات كده لطيفة يعني. وبعد كده هقطع الفلفل بتاعي برضو، هقطعه التقطيع اللي انتوا حابينه. انا حبيت ان تكون التقاطيع كلها يعني بتاعة الخضار بتاعي تكون متقاربة لبعضها، يعني اللي هو الشكل واحد، مش حاجة صغننة قوي واحدة كبيرة قوي يعني. فكله يبقى مناسب مع بعضه، والحجم نفسه مناسب، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. تمام كده. انا بقطع الفلفل قدامكم اهو، بشيل الحاجات اللي جواه دي، اللي هو البذر يعني، لان مش لطيف قوي يعني لو اتحط وكده. فبنشيل البذر كله وبنسيب بس قرنين شطة، بيدوا نكهة وطعم كده لطيف. بس في الخضار بتاعي انا مش هقطعه صغنن عشان انا مش عايزاه مشطشط، بس بتدي طعم حلو بجد، والفليفر بتاعته بتبقى طعمها حلو قوي بصراحة. الخضار نفسه كله يعني لما بياخد الطعم بتاع الفلفل الحراق، ما بيبقاش حراق بس بيدي من طعم حلو يعني. بقطع الطماطم بقى، الطماطم برضو مش صغننه قوي، انا ما حبيتش اضربها طبعا. انا مش عايزه الصينيه بتاعت الخضار والفراخ تكون مصلصه يعني فيها صلصه. انا ما حبيتش كده، انا عايزاها تبقى متقطعه كده جواها، بس ان هي تدي طعم لطيف بس مع الخضار وبس. هقطع البصل جوليان زي ما احنا شايفين كده، اقطعه شرايح جوانح، يعني اللي هي زي ما احنا شايفين كده الجوانح بتاعتنا تكون مش شرط رفيعة قوي يعني، طريقة طبعا سريعة كده، اللي هو عادي يعني. بس قطعت الخضار كله، وبعد كده هجيب الطاجن او الصينية بتاعتي اللي انا هحط فيها الخضار والفراخ بتاعتي. هحط الاول دلوقتي بقى، يلا نحط التوابل. هحط معلقة ملح، على معلقة نص معلقة كمون، على نص معلقة فلفل اسود، على نص معلقة بابريكا، ونص معلقة جنزبيل، ونص معلقة كزبرة ناشفة مطحونة على البصل بتاعي، وحطيت فصين توم مدقوقين. تمام كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هعصر البصل اللي قدامي ده، اطلع ميته من جواه، يعني اللي هو مش هسيبه كده ني في ني. انا عايزه اطلع الميه بتاعته المعسله علشان تدي في الخضار كله في الفراخ. بعد كده بحط تمام كده. السماق ده بيودي بقى طعم الخضار والفراخ في حتة تانية خالص اصلا. بعد كده هجيب الفراخ بتاعتي، هاخد شوية من التتبيلة بتاعة البصل والثوم اللي قدامي دي، هحطها مع الفراخ، والباقي هخليها نشوف نعمل بيه ايه. الاول نجيب الفراخ ونشوف هنعمل فيها ايه. هنغزغزها كده يعني نديها غرز كده جواها، بحيث ان انا لما اجي اعمل التتبيلة فيها تكون دخلت بره وجوه. تمام كده. زي ما احنا شايفين الفرخة عندي مش شرط صغيرة مش شرط كبيرة، المتاح عندك. عندك وراك بس دبابيس، عندك صدور، عندك أجنحة اللي انت حباه اعمليه بيها. أنا كان عندي فرخة للشوي يعني، فالولاد قلت لهم هعملها لهم بالخضار، فحطيتها جوه بصراحة الخضار زي ما احنا شايفين. فما بتفرقش يعني حاجة معينة. باحاول إن أنا بقى أدخّل التتبيلة كلّها جوّه الفراخ برّه وجوّه، بحيث إن الفراخ برضه تبقى متّبلة، لإني أنا مش هادعكها مع الخضار، أنا هاحطها على وش الخضار. تمام. هاحط بقى الخضار بتاعي كلّه كده في الصينية على بعضه، مش شرط مين قبل مين ومين مع مين، كلّه كده في الصينية مع بعضه. وبعد كده هاروح مقلّباه مع بعضه، والبطاطس كمان أهي. وبعد كده هاحط معلقة ملح بس عشان أعادل الطعم بتاع الملح طبعًا، لإن كده مش هيبقى في ملح خالص، لإن أنا عملت فَصَل ما بين الخضار والفراخ. تمام كده. طعم الفراخ هيبقى مضبوط مع طعم الخضار مع الملح اللي فيهم، وحسب برضه الtaste بتاعكم أنتم. هاحط بقى الفراخ زي ما إحنا شايفين كده على وش الخضار بتاعي، أرصه يعني كده، اللي هو باشيل زي تجويفة بسيطة، واخلي الخضار حوالين الفراخ بتاعتي. تمام.
هاحطها زي ما إحنا شايفين كده، والفلفل على الوش الحراق علشان يبقبق كده ويدّي النكهة والطعم اللطيف يعني. وبعد كده هاحط البصل بتاعي زي ما إحنا شايفين بقية التتبيلة على الوش كده من فوق، وهاحط شقشاق مَيّة ما يكمّلش ربع كوباية مَيّة أصلًا في التتبيلة نفسها اللي كانت في الطبق يعني عشان آخُدها، بس مش هاحط مَيّة لإن كده already الخضار والفراخ هينزّلوا مَيّة، وهاحط شوية زيت صغنّنين على الوش، ما حطيتش كمان سمنة خدوا بالكم. تمام كده، بس كده حطيتها بقى في الفرن بتاعي كله ني في ني، بس والله كانت خطيرة، بجد جربوها سريعة جدًا صحية جدًا وخطيرة جدًا، تمام، بجد، بجد، بجد حلوة أوي، جربوها وهتعجبكم جدًا. بس نعمل بقى الرز بشعرية زي ما إحنا شايفين كده، وجنبه الخضار الجميل بتاعنا كان معسل أوي كمان، لإن أنا عصرت البصل، البصل طلّع العصارة اللي جواه والسكر اللي جواه. ما ننساش بقى نجرّبها والله وهتدعوا لي بجد، بجد، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.